الفولدنج جلاس البديل الأحدث للسلايدنج دورز أو سلايدنج ويندوز هو الفولدنج جلاس. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هتكلم عن الفولدنج. يمكن يكون مش كل الناس عندها معلومات عن الفولدنج، بس أنا هتكلم عن الفولدنج عيوب ومميزات. تمام. اولا ايه هو الفولدنج جلاس؟ ده سيستم جديد بيتعمل بدل السلايدنج او الهنجد، حاجات المفصلية او الجرار. الفولدنج ده اللي هو بيبقى منطبق. طيب الفولدنج ده فيه منه كذا نوع. تمام. في نوع اللي احنا بنشوفه اللي هو بيبقى كل ضلفة لوحدها، بحركها واجيبها على جنب وفي الاخر بينطبق الجلاس كله على ناحية واحدة. تمام. وفي نوع تاني بيبقى زي الاكورديون كده، فولدنج برضو سيستم تاني، انه هو بيبقى كلهم متصلين ببعض. وانس ان انا بشد اول ضرفة كله بينطبق على بعضه، بيفولد على بعضه. تمام. طيب ايه الاحسن؟ والله هي مفيش احسن واوحش، هي في اذواق. تمام. في ناس بتبقى شايفة انه لا، انا مش هعمل كل ضلفة لوحدها سواء شباك او باب، وفي ناس تانية بتبقى شايفة شكله لطيف، وفي ناس تقولك لا، بتحب الاكورديون اكتر، ان هو يزقه كده مره واحده فالسبيس كله يبقى مفتوح عندي. لو انا مثلا عندي جاردن وريسبشن وعايزه افتحه، عندي ايفنت او حاجه فافتح كله فيبقوا الاتنين حاجه واحده، مش ان انا عندي سلايدنج فبفتح جزء صغير. رغم ان السلايدنج دلوقتي بقى بينفع ان انا اعمل مساحات كبيرة. يعني مثلا عندي حاجة 4 متر، فتحة 4 متر، ممكن اعملها على ضلفتين بس فيبقى عندي سبيس كبير. فيعني في سيستمز كتيرة جدا دلوقتي بقت في السلايدنج وفي الفولدنج وفي الالومنيوم عامة. يعني الوميل عندهم الصراحة سيستمز كتيرة جدا جديدة وشكلها حلو. يعني ما بقاش الالوميتال التقليدي، يمكن يكون سعرها عالي شوية بس بتقدم لك حاجة جودة كويسة جدا. ضمان، في حاجات عندهم ضمان لغاية 25 سنة، وديزاينز كمان حلو. طيب خلينا نكمل موضوع الفولدنج. انا عندي ايشيو مع الفولدنج. ايه هو؟ انه مش كل انواع الفولدنج بتنفع في كل الاماكن. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي فولدنج بيبقى بفريم، ده لو انا هعمل ما بين اندور واوت دور. تمام. يعني لو انا بعمل على جنينة. لو انا مش بعمل على جنينة، يعني لو انا اوت دور اوريدي، في سيستم تاني اللي هو بيبقى فريمليس، بيبقى معنديش فريم للفولدنج، بيبقى مجرد ازاز وعندي بس الفريم من فوق ومن تحت، اللي هو بيربط المجرى من فوق ومن تحت بس، وبيبقى فلاش مع الارض. يعني انا لما بخرج مبقاش فيه عتب. طيب ده ليه انا مبفضلوش ما بين اندور واوت دور؟ لانه يعني مهما كان احسن شركة بتعمل الموضوع ده، برضو بيبقى فيه فواصل وبيبقى فيه حاجات صغيرة مفتحة. فلو انا اندور واوت دور، انا مش عايزة تراب يخش، مش عايزة مية تخش، مش عايزة اي حاجة تخش، فمش بيبقى 100% secured. تمام. مش معنى كده انه وحش، بالعكس هو حلو جدا. لكن انا بقول لو انا عايزة حاجة بنسبة 100%، حاجة كده زي السلايدنج اللي هو حاجة مقفلة ومفيش هفوة هتخش، فباخد الفولدنج اللي هو بفريم. يمكن يكون شكله مش مقبول لبعض الاشخاص، ناس بتفضل اكتر الفريم، بس لازم يبقى متصور انه لما هيعمل اللي ما فيهوش فريم اللي هو الفريملess مش هيبقى 100% secured. تمام. لازم يكون عنده flexibility في الموضوع ده. لو انت لأ، مش هتتقبل الموضوع ده، يبقى خليك في الفولدنج اللي بفريم. اوكي. طيب امال التاني ده ممكن استخدمه في ايه ويبقى لطيف؟ لو انا مثلا بعمل جلاس هاوس في الاوت دور، يعني عندي سبيس ومحتاج اقفل جزء في الجاردن اعمله جلاس هاوس، ده بيبقى عملي جدا لان انا اوريدي اوت دور. يعني لو دخلت شويه هوا صغيرين او شويه تراب صغيرين ما عنديش مشكله. غير لما بقى جوه البيت، في ناس ما بتتقبلش الموضوع ده. اوكي. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى اكون قدرت افيدكم.
لو عندكم اي استفسارات بخصوص الفولدنج او السلايدنج اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم، واشوفكم الحلقة الجاية والى اللقاء.